السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اتعلمت حاجات كتير جدا في السوشيال ميديا، وفي حاجات منها كانت دروس قاسية جدا قطمت وسطي بجد. في حاجات انت ممكن ما تكونش تعرفها، وفي حاجات انت ممكن تكون عارفها. فانا جبت لك 15 حاجة، ولو عجبك الموضوع انا ممكن اكمل لك. في بعض الحاجات لما اتعلمتها فرقت معايا، وفرت لي وقت. في بعض الحاجات لما عرفتها كمعلومة كده عرفت بس انا بتعامل مع ايه مش اكتر، حتى لو ما وفرتليش حاجة. وانا بجد من الناس اللي بحب اعرف اللي بيحصل، حتى لو ده مش هيزود لي حاجة. عايز اعرف ايه اللي بيحصل، تفسير الحاجه دي ايه. تمام. اللي اتعلمته ده مش في سنه معينه ولا في وقت معين، يعني اللي هو اتعلمته في العموم، وحابب ان انا اشاركه معاك عشان انا بحبك في الله. يلا بينا. اول حاجه انه الشهره مش معناها القيمه. مش معنى ان انت مشهور ان انت بتقدم حاجه قيمه او بتفيد المجتمع، مش شرط خالص. في ناس كتير جدا مشاهير على السوشيال ميديا بتقدم كلام فاضي حرفيا. في ناس بتقدم استفزاز، في ناس بتدور على الحاجات اللي بتضايق الناس وتقدمها، في ناس بتدور على الحاجات اللي بتعمل مشاكل بين الناس. تعرف وانا بكلم الاي اي في مره وانا بدور على قصه كده معينه خاصه بالشطرنج، كتب لي تحت اكتب لك القصه بطريقه تخلي الناس تتخانق مع بعض. تفتكر جاب الجمله دي منين؟ عشان ده اساس الريتش. خوارزميات المواقع الاجتماعيه والسوشيال ميديا مش بتحلل جوده المحتوى ولا بيفرق معاها الكلام ده. هي بتشوف الريتش، الانجيجمنت، الناس اللي بتتخانق مع بعض، اللايكات، الانجري، كل الكلام ده. فالناس اللي بتدور على انها تزود المتابعين او تزود الارباح او تدور على شهره، مهما كانت الشهره دي صح ولا غلط، بيركزوا على الحته دي. فانا بس جبت لك مثال من اداه من ادوات الاي اي، من كتر الناس ما بتسال عارف الحته بتاعت ازاي تزود الريتش، بان انت تحول او تحبك القصه بطريقه ان الناس تتخانق مع بعض في التعليقات. ودي اكتر حاجه انا بشوفها في السوشيال ميديا، عشان كده خليتها لك اول نقطه. تاني نقطه، هتقابل كتير جدا على السوشيال ميديا الناس بتحب تحاكم مش تفهم، يعني يدخل يحاكمك على طول مش يفهم اللي بيحصل. دخلت في نقاش قبل كده مع احمد ابو زيد وغريب وعمر عبد الرحيم، الناس الحلوه اصدقائنا دول، في حاجه حصلت. كان حد فيهم واحد كتب له تعليق ظلم بجد يعني. فاحنا يعني قعدنا نحكي هو ونقول لبعض، وانت ليه متخيل ان هو يروح يحلل الموضوع ويفكر ويقعد يجرب عشان يتاكد قبل ما يكتب لك التعليق؟ هو مش هيعمل ده كله، هو مش فاضي. هو اسهل حاجه عنده يلا احكم على طول. الكلام ده تعمله لما تكون انت ناوي تعمل بحث عن واحد، بقى تبدا تشوف خلي بالك هو كتب الكلمه دي عشان كان قاصد كذا. لا، محدش هيعمل كده. ابسط حاجه عند بعض الناس انه يدخل يحاكم على انت عملت كذا عشان انت كذا. دي اسهل حاجه، دي اقرب حاجه للكيبورد. بعض الناس بتدخل تحاكم على طول عشان يحطوك في خانه يا ابيض يا اسود، مفيش وسط، يا معانا يا علينا. انت ما عملتش دي زينا يبقى انت ضدنا، مفيش نقاش. انا لازم احطك في خانه يا ابيض يا اسود، يا معايا تقول اه وتسكت، يا ضدي. طب النقاش فين؟ ازاي نرتقي؟ يعني ازاي نعرف ان انت فعلا صح وانا غلط؟ ده لو انت صح وانا غلط ازاي نعرف ده؟ ازاي؟ بالنقاش. وانت بتلغي النقاش، انت بسم الله كده بتحكم، كده مفيش نقاش، كده مش هنتطور. هنفضل محطوطين كل واحد في خانه ابيض واسود. انت بالنسبه لي ابيض وانا اسود، خلاص كده مفيش نقاش، فمش هنتطور. مفيش مساحه للفهم او الاختلاف، مفيش اصلا، مش موجوده. ان انا بدات القصه بالحكم اللي هو المفروض يبقى اخر خطوه بعد النقاش، نبدا نحكم بقى. بعض الناس بتشوف عنوان بوست او لقطه 10 ثواني ويبدا يحكم عليه. فمعظم الفيديوهات الكليك بيت اللي بيبقى حد كده بيشدك للفيديو وهو جوه بيشكر مثلا في واحد، ده على طول ده بيتحط في الخانه بتاعه العدو قبل ما تدخل على الفيديو، وهو مش قصده. واحد مثلا هو ليه اسامه الزيرو ده مش عارف ايه بيغلط، مع انه هو جوه بيرد يقول هو مش كده، ده انا اتعلمت منه، ده انسان محترم ويشكر فيا، بس العنوان خلاص. طب اتفرج على كام ثانيه، لا خلصت. ففي بعض الحاجات محتاجه مننا نهدى شويه، اهدى شويه واقرا وبتمعن كده وهتلاقي الدنيا حلوه. بس مش كل الناس هتعمل كده. زي ما قلت لك من شويه في النقاش اللي دار بيني وبين اصدقائي الحلوين دول، انه في حد مش فاضي يعمل ده. هو اول حاجه بص الواد ده لابس كاب يبقى كذا على طول. فهو بيبدا كده، بيبدا بالحكم اللي هي اخر مرحله. وخلي بالك بيكون مكون راي كامل وحكم نهائي. راي كامل وحكم نهائي، مش اللي هو حكم مبدئي كده، لا، من نظره واحده كون راي كامل عنك وعن نيتك واللي جوه نيتك وتفكيرك، وحكم عليك الحكم الكامل. فالناس دي موجوده على السوشيال ميديا وانت اكيد عدوا عليك يعني. ثالث نقطه، الفراغ بيطلع اسوأ ما في البشر. السوشيال ميديا هو المكان اللي فيه اكبر تجمع تاريخي لناس عندها فراغ. والفراغ عامل زي السرطان، مرض مؤذي. الانسان اللي عنده فراغ ممكن يعمل اي حاجه. ناس تقعد تفكر في اللي انت بتكتبه وتحلل وتحكم وتدخل جوه نيتك ويعملوا كل حاجه. على فكره مش بالضروره يكون يعرفك، بس هو عنده فراغ، في طاقه محتاج يحدفها في اي حته. في مثال كده كنت هقوله بس مفيش داعي عشان هو مقرف، بس هي نفس الفكره يعني. حد دخل عندك راح فرغ طاقته عندك ببساطه، هو ده الفراغ بيعمل كده. الشخص ده لو عنده حاجه بيعملها في حياته مش هيجي عندك، ممكن ما يتابعكش ولا يعرفك ولا هتشوف تعليقه في حياتك. بالعكس
بالعكس هيكون بيعمل حاجه مفيده والمجتمع هيتطور. لما بشوف حد عنده فراغ او حياته فاضيه بقول له اشغل نفسك باي حاجه، العب بلي، اعمل اي حاجه الا ان انت تعيش في فراغ وتقعد تعد النمل اللي ماشي على الارض. صدقني، فالفراغ بيطلع اسوأ ما فيه، وزي ما قلت لك السوشيال ميديا مليانه ناس من دي. رابع نقطه، السوشيال ميديا اوقات كتير قوي بتكافئ الغلط مش الصح، ودي بنشوفها كتير على فكره. يعني في حاجات لو اتعملت غلط بتجيب ريتش عالي جدا، ودي في مفهوم السوشيال ميديا تعتبر يعني مكافاه نجاح. حد نجح انه يجيب ملايين المتابعين بس هو بيعمل قرف او بيقدم حاجه وحشه جدا مش مفيده، بالعكس ده ممكن يكون بيستفز الناس بس جاب متابعين. وانا عارف صفحات من دي كتير جدا بتدور على الحاجات اللي فيها ناس بتخش تشتمهم وتنزلها، وبيقعد يضحك هو وبيشرب قهوته ومتكيف. انت فاكره عبيط؟ فاكره هو متضايق؟ ده هو عايزك تشتم عشان ده بيزود الريتش، دي المكافاه بتاعته. فالسوشيال ميديا مش بتقيس، وعادي جدا انها تكافئ الغلط قبل الصح. وده بقى يا صديقي بيشوه مفهوم النجاح عند ناس كتير. في ناس تقول طب انا اعمل ايه يعني، وانا عشان انجح لازم اعمل الغلط؟ لا، ما هو احنا لو عملنا كده الحياه هتتحول كلها لخرابه، عشان انت لقيت مقياس النجاح ان انا اعمل حاجه غلط فالناس تشتم فاشتهر. لا، ده مش صح. عارف اصلا ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتلاقي ان الاسلوب ده كل الناس تعمله فما بقاش فعال. يعني انت عايز تعمل حاجه غلط وما بقتش فعاله اصلا. طب وليه؟ طب انا خليني في طريقي واعمل حاجه صح، حتى لو النجاح مش زي الناس اللي بتغلط دي، ما عنديش مشكله. في اخره وفي يوم حساب، صدقني هيبقى في بقى المكافآت السليمه مش بتاعه السوشيال ميديا، دي اللي انت لازم تركز عليها. خامس نقطه يا صديقي، طول ما انت عمال تتعرض للمشاكل والاخبار الوحشه انت بيجيلك تبلد، بتبقى لوح تلج صدقني، لانك عمال تشوف البلاوي دي كل شويه، كتر المشاكل والمصايب والاخبار الصعبه، وبدات تحس ان انت حواليك يعني ايه عصابات في المنطقه اللي انت فيها من كتر الحاجات اللي انت عمال تشوفها. ده بيخليك تتبلد، بتبقى لوح تلج خلاص، مش هتبقى حاسس بحاجه تاني. يعني في حاجات كنت تسمعها زمان بتهزك دلوقتي عادي، ما انا عمال اسمعها كل شويه. والحل ان انت تبعد عن الكلام ده، تركز في الحته بتاعتك عشان تبقي عندك شويه احاسيس تقدر تحس بيها. خلي بالك متابعه الخبر نفسه مش بتفيد في حاجه. يعني مثلا هيجي حد يقول لي دلوقتي انا محتاج اعرف ايه اللي بيحصل حواليا عشان خاطر اشارك، مثلا عندنا قضيه معينه مع اخواننا اهلنا في حته، عايز اتابع اللي بيحصل عشان اشوف هعمل ايه. خلي بالك اساليب الحل او تعمل ايه مش محتاجه بالضروره انك تشوف اللي بيحصل، انت عارف بتساعد ازاي. وتاني حاجه اقول لك ان انا ما بقولكش الاخبار او الحاجات اللي زي دي، انا بقول لك في العموم. يعني ما تبقاش رايح لصفحه تخصصها ان هي تجيب لك مصايب زرقاء بتحصل في كل حته. ليه؟ مش هتستفيد حاجه، مفيش اي فايده من الحته دي. صدق، عايز تصلح تعمل حاجه اعملها فورا من غير ما تحتاج تشوف ايه هي المشكله، من غير ما تحتاج تشوف في مصيبه واحد نط من فوق السطوح. مش لازم، مش هتستفيد حاجه. النقطه دي بقى انا صممت اخليها بعد النقطه اللي فاتت قاصد. سادس حاجه، كل حاجه بتعملها تقبل التأويل ضدك. اي حاجه هتعملها على السوشيال ميديا ممكن تتأول ضدك. يعني ايه؟ يعني كلمه ناقصه، كتبت بوست فيها كلمه ناقصه تتحسب عليك وتتحول ضدك عادي جدا، سهله. نبره صوت مش واضحه وانت بتتكلم، طريقه كلامك نفسها، كل ده يتاخد ضدك عادي. اسهل حاجه انا بفهمك اللي بيحصل في السوشيال ميديا. هزار يتفهم غلط، ودي كتير جدا بقى، هزار يتفهم غلط بيتقلب عليه مصايب بعد كده. انت بتهزر مش قاصد اي حاجه، عادي ان ده يتعمل منه مصايب وتطلع ترند، سهله جدا. والسوشيال ميديا اللهم بارك بتختار اسوأ تفسير في الاغلب يعني، فخلي بالك من الحته دي. سابع حاجه يا صديقي اتعلمتها، ان انت مش لازم تكون حاضر دايما، مش لازم كل يوم تثبت انك موجود، تنزل بوست، تكتب تعليق. احيانا الهروب بيبقى مكسب، يعني هروب كام يوم كده بيبقى مكسب. احيانا بتحتاج تبعد عشان تستعيد طاقتك وتستعيد ادميتك من المشاكل اللي انت كنت بتدخل فيها والجدالات والتبرير وان انا افضل اقنع ده واقنع ده. احيانا البعد بيبقى حلو، مش لازم تكون موجود دايما. يعني هي مش شركه وانت مضطر تثبت وجودك كل يوم عشان تفضل مؤثر، مش شرط. ممكن تختفي وترجع بحاجه ما زال مكانك محفوظ، ما زلت بتفيد الناس، ما زال الناس بتحبك. مش معنى انك اختفيت يوم ان هيتخصم منك يعني عشان جهاز البصمه ما قراش ان انت جيت اليوم ده. تامن حاجه يا صديقي اتعلمت ان الحقيقه بقت مش بنفس اهميه القصه، او الحقيقه بقت اقل قيمه من القصه. يعني ايه الكلام ده؟ اتعلمت ان احنا شعوب شاعريه بصفه عامه، يعني القصه اللي بتلعب على المشاعر حتى لو ناقصه او متالفه بتسمع جدا مع الناس وبتنتشر بشكل بشع اكتر من الحقيقه الممله. يعني القصه بتفرق، القصه اللي انت عشتها لو اتحكت بطريقه تلعب على المشاعر بتعمل شغل عالي جدا. لو القصه اتحكت زي ما هي من غير ما تضيف عليها التاتش بتاع المشاعر ممكن تبقى ممله ومحدش يقبلها وما يكملهاش للاخر. ففي ناس بتلعب على حته المشاعر دي جدا، في ناس بتحب تقود الناس تانية بحته المشاعر، بيلعب على الحته دي عشان الناس بتحبها وبتتاثر بيها. لو رحت برامج الجوت تالنت لو انت متابعها هتلاقي تطبيق حرفي اللي انا بقوله لك ده، فريق كبير جدا
جدا عايز اقول لك بيعملوا حاجات اعجازيه، حاجه مش ممكن، مهاره عبقريه، وتلاقي الناس اللي قاعده يعني مبهورين وفاتحين بقهم، ويطلع في الاخر يس 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 وخلاص، مفيش جولدن باز. وتلاقي حد تاني يعني ربنا يعافيه يا رب ويشفيه، عنده بس مثلا مشكله كده يعني مرضيه او حاجه زي كده، وبيغني مثلا او بيعمل اي حاجه ومفيش موهبه الصراحه خالص، ياخد الجولدن باز. ليه بيعملوا كده؟ بيلعبوا على المشاعر. الناس بتحب الحته دي في الجزء الاول او الفريق الاول اللي هو موهوب بطريقه مش طبيعيه والناس مبهوره بيه، بس ممكن محدش عيط عادي. التاني الناس عيطت، فتلاقي ايه اللي بيحصل؟ جولدن باز، ياخد الباز الذهبي. الناس بقى اللي المشاعر دي ما بينخدعوش في الفخ ده، تلاقيهم كاتبين يعني الاول ده ما ياخدش جولدن باز وده ياخد جولدن باز، مع كل الاحترام ليه وربنا يشفيه يا رب ويعافيه من كل حاجه عنده. لو مشينا ببرنامج تالنت ده ما ياخدش الباز، لكن هو اسمه جود تالنت بس ملوش علاقه بالتالنت، هو ليه علاقه باللعب على مشاعر الناس والناس عايزه ايه. هي بالظبط دي نفس الفكره اللي انا بكلمك فيها. فكده يا صديقي القصه حتى لو ناقصه او متالفه بس بتلعب على المشاعر، الناس بتحبها جدا وبتنتشر جدا افضل من القصه الحقيقيه، علشان ممكن تكون ممله. وده بقى بيخلي ناس كتير جدا تفضل التمثيل واللعب على المشاعر عشان القصه بتاعتهم تسمع او الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه يسمع. فهمت الفكره فين؟ تاسع حاجه اتعلمتها: كل حاجه هتتقدم في الحياه ليها جمهور غاضب مستعد. ما تقلقش، اي حاجه هتعملها في الحياه ليها جمهور غاضب منتظر رايح دماغك. اي رأي، اي فكره، اي تصرف، اي اكشن هتعمله ليه ناس مستنيه تزعل منه، مش عشان الكلام غلط على فكره، لكن علشان لازم حد يزعل. فاعمل حسابك على الحته دي. لو انت واحد من الناس اللي مش عايز يبقى فيه جزء من الناس بيزعل، يبقى لا تتصدر للناس، لانك مش هينفع تمنع النوع ده من الناس لانه موجود. عاشر حاجه يا صديقي اتعلمت ان الضغط المستمر بيشوه صورتك قدام نفسك. السوشيال ميديا بطبعها لغه احصاءات وارقام وتفاعلات وتقييمات والكلام ده كله. طول الوقت انت عمال تقيس نفسك بالارقام دي، ودي ارقام مش حقيقيه. تخيل واحد يشك في نفسه عشان في بوست معينه ما جابتش ريتش ويبدا يقلق، طب انا عملت ايه؟ طب انا مستواي بقى مش عارف ايه. انا اصحابي بيعملوا كده، ينزل بوست يا جماعه الريتش عندي وقع. هو قيم نفسه بده، مع ان ممكن يكون في تغيير في الخوارزميه بتاعه الموقع، او الوقت اللي هو شير فيه البوست ده ما فيش فيه تفاعل، او اي سبب تقني، او اي سبب فيه مشكله عند الموقع مثلا. كل ده خلاك عشان انت مرتبط بالارقام والاحصاءات ولغه السوشيال ميديا بيأثر عليك. ده ضغط عليك، ممكن يشوه صورتك قدام نفسك بانك شفت نفسك مقصر. انا ما بقيتش هقدم زي الاول، مع ان انت زي ما انت، بس الارقام اتغيرت فخلتك تشك في نفسك. اعمل حسابك على الحته دي في السوشيال ميديا، وحلها زي ما قلت لك وقلنا قبل كده، ما تركزش مع الكلام ده خالص. النقطه رقم 11 اتعلمتها والحمد لله وشفتها عملي بفضل الله: الترند بيموت بسرعه بس القيمه والسمعه الحمد لله بتعيش. في ناس بتعمل ترندات تطلع كام يوم، وزي ما انتم عارفين ذاكره العوام 3 ايام، ناس بتنسى الموضوع بيموت يخشوا على الترند اللي بعد. في حاجات بتقعد سنين قدام. في حد عمل كورس زي العبد لله وتلاقي بعد 10 سنين حد بيرشحه لحد، بعد 10 سنين. ليه؟ عشان انت عملت سمعه بعد فضل ربنا. لكن الترند بيطلع يومين 3 يتحط عليك او يشكروك او مهما حصل، بغض النظر عن ايه هو الترند، وبيختفي بعد كده. وخلي بالك ان مش كل انتشار مكسب. ممكن الترند ده يكون فيه غلطه تقعد معاك سنين قدام، وممكن تعمل حاجه سمعتك فيها كويسه تقعد برضو معاك سنين قدام. يعني انا قلت لك حد بيرشح لحد كورس بعد 10 سنين، ممكن تعمل غلطه تطلع بيها ترند تعيش معاك سنين برضو. ترند عدى كام يوم وخلص، بس الناس فاكراك بالغلطه دي. يعني الترند محدش هيتكلم فيه، بس لما تيجي سيرتك بعد فتره هيقول ده الواد ده بتاع كذا كذا، لكن الترند نفسه انتهى. فهمت الفكره؟ لكن انت بتبني سمعه وبتعمل حاجه قيمه وبتساعد المجتمع، بعد فتره هيجي اسمك هيقول لك ده عامل كذا وكذا وكذا اهو قدامك اهو. ما فيش ترند ولا حاجه، بس لما بتيجي سيرتك بتيجي بالخير بالسمعه الطيبه، وهي دي الحاجه اللي بتقعد مش الترند. النقطه رقم 12 واتكلمنا عنها قبل كده بس حبيت اجيبها لك هنا لوحدها: السوشيال ميديا بتدي احساس زائف بالانجاز، احساس فيك انك انت انجزت حاجه وانت فعلا ما انجزتش. بوست نزلتها جابت ريتش عالي جدا او فيديو، فانت بتقيس بالريتش ده ان الفيديو ده جامد، مع العلم ممكن ما يبقاش فيه حاجه خالص، الريتش فرقع. فيديو ممكن يكون اتحط في وقت مناسب للريتش، في تفاعل في التوقيت ده، الفيديو فرقع، فانت حسيت بالانجاز انك عملت حاجه كبيره جدا، مع العلم ان انت ممكن تكون عملت حاجه قبله قيمه جدا ما خدتش نفس الريتش او ما اتحطتش في نفس الظروف دي، فانت ما حسيتش ساعتها بالانجاز. فده مقياس زائف للانجاز، ده مش شرط يكون انجاز، وممكن يكون انجاز مفيش مشكله، بس انا بقول لك ان ده مش المقياس الحقيقي اللي يعرفك انك فعلا انجزت. من وجهه نظري بقى اللي انا شايفها بفضل الله، يعني انه الانجاز الحقيقي بجد بيبقى بعيد عن الشاشات. يعني النقطه رقم
13 ودي بيعاني منها ناس كتير جدا. في ناس على السوشيال ميديا ما تعرفش ان اللي ورا الشاشة ده بني ادم، فاهمين ان هو روبوت. شتيمة، سخرية، تقليل منه، تنظير عليه، عادي. ما هو مش عارف ان هو انسان، فعادي جدا يعمل كل ده. وعلشان انت مش قاعد قدامه وجها لوجه، فهو نسي فكرة ان في بني ادم قاعد قدام الشاشة ورا الكيبورد بيكتب له، والانسان ده بيحس وبيتأثر. بس هنرجع لنفس النقط اللي فاتت، هو مش مطالب يروح يدرس ده كله قبل ما يكتب التعليق بتاعه، لان ما كانش زماننا بنعمل الفيديو اللي قدام حضرتك ده. الحل ايه؟ تحاول تفهم ان السوشيال ميديا عبارة عن عالم افتراضي، وتعامل معاه على الاساس ده كأنك بتلعب لعبة اونلاين. مش مهم اللي قدامك ده ولد ولا بنت ولا راجل كبير ولا شاب صغير ولا اي حاجة، ولا يفرق معاك. في مجموعة من الكلمات تكست معروض قدامك، شوف هتتعامل معاه ازاي، كأنك روبوت وخلاص. على كده الموضوع بيضايقك جدا لما بتشوفه بتتعب، ما تحاولش تنزل تشوفه، خلاص اتعامل على الاساس ده لو عايز تعرف تكمل. النقطة رقم 14 واللي انا اتعلمتها بعد عذاب: مش كل معركة لازم تدخلها. بس هي مش هيصة، مش فرح العمدة، مش كل حاجة تيجي قدامك تدخلها، مش كل خناقة تعدي من قدامك تروح تتخانق فيها، مش شرط كده انت مش هتعرف تعيش. اتعلمت في حياتي ان في معارك مكسبها الوحيد انك تبعد عنها، مكسبها الوحيد انك تسيبها، ده المكسب. للاسف الشيطان دايما بيوسوس للانسان انه خلي بالك لازم تدخل عشان تثبت نفسك، لو هربت هيقول عليك مش عارف ايه. كل اللي عليك تعمله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبعد، مش مهم اللي يحصل يحصل، وهتلاقي ان انت الكسبان في الاخر. لكن الانسان لما بيعاند ليه، لا انا هدخل واثبت له ان انا افضل منه وهتخانق معاه، والموضوع ما بينتهيش. الخناقات اصلا ما بتنتهيش. ففي زي ما قلت لك خناقات خسارتها مكسب، ان انت ما تدخلش الخناقه دي ده المكسب، انت كده كسبت الخناقه اصلا مع انك ما دخلتهاش. اخر نقطه معانا النقطه رقم 15: السوشيال ميديا مش مكان للعدل او مش مكان للحكم بالعدل. السوشيال ميديا مش بتحاكم الناس بعدل، ومش بتدي فرص متساويه، ومش دايما الصح بينتصر زي ما قلت لك من شويه. احيانا الغلط بيكسب عادي، واحيانا الظالم هو اللي بيكسب والمظلوم بيقع عادي. عشان كده وانت على السوشيال ميديا ما تستناش دايما الانصاف او العدل او الحكم السليم اللي انت مستنيه. كل اللي عليك انك تعمل اللي يرضي ربنا وتمشي بعد كده، لان العدل الحقيقي مش هنا، العدل الحقيقي في الاخره زي ما قلت لك كده. انا خلصت لك النقط اللي انا اتعلمتها من السوشيال ميديا. في حاجات كتير جدا على فكره، بس انا اخترت لك اهمهم. عايزه افهمك انا شفت ايه في السوشيال ميديا. لو انت واحد ناس اللي مدمن برضه سوشيال ميديا، اكتب لي في التعليقات النقط اللي انت اتعلمتها، حتى لو رؤوس اقلام كده بدون شرح، علشان الناس تتعلم كمان من التعليقات. هم يعني السوشيال ميديا في حاجات هم مش شايفينها فيها ممكن توضح من الفيديو ده ومن التعليقات. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد. سلام عليكم.